السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك يا أخ نواف. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ طال الله في عمرنا وعمرك إن شاء الله على الخير. نسألك عن الاقتتال في البنك الأهلي. والله يا أخي الذي يظهر لي الآن أنه لا يجوز، لأن ما يزال عند البنك معاملات محرمة كثيرة جدا. يعني حتى الآن مع أن سألنا لجنته الشرعية فقالوا حتى الآن لم يتغير شيء، ما عندنا شيء الآن. وقوائم البنك منشورة في الجرائد واضحة، واستثماراته واضحة، جزء كبير منها محرم في سندات محرمة، ولهذا فلا يجوز. الذي أفتي به الآن بأنه لا يجوز. ونؤول ما يعني هذا البنك عملاق، يعني عملاق، الدولة تملك فيه أشياء كثيرة، وهو يعتبر من البنوك الرائدة في المملكة. والله يا أخي يؤسفنا أن نقول للناس ما يجوز، لكن ديننا غالب. من نبرح نقول إنه يجوز وهو ما يجوز، احنا نبرح نقول يجوز وهو ما يجوز، لكن والله هذه من المعاصي. يعني الناس الآن يبون يستثمرون، الفقراء الأموال اللي عندهم الآن، عندنا مدرسين ومدرسات أجاويد عندهم استثمارات، يتمنون أنهم يستثمرون في مثل هذا البنك العملاق. لأن هذا البنك يا شيخ أكبر حتى من بنك الراجحي، وأكبر من بنك الرياض، يعني هو من البنوك الرائدة. فيعني نتمنى أمنية حارة من الإخوان يخلصونه يجعلون بنك الإسلامي يتاح للجميع. والله يا إخواني ما في بقاء الربا فائدة. نحن كلنا مسلمون، كلنا نؤمن بالقرآن. القرآن يقول يمحق الله الربا ويربط صدقات. نسأل الله تعالى يا إخواني أن يوفق المسؤولين في البنك وفي المؤسسات المصرفية أن يعني يهيئوا الأجواء المناسبة لإخوانهم المستثمرين في الطرق المباحة شرعا.